مش عاوزين نقسو عليها علشان ما نزودش عندها حدة القلق وحدة التوتر، لأن زي ما احنا قلنا هي أصلا بتعاني من مشاكل صحية، وكل ما بتتعرض للضغوط والتوتر بتروح للمستشفى. فمش عاوزين يعني نساهم في وقتها، ومش عاوزين نكونوا أداة لقتلها، لأن ده هيعمل لها مشاكل صحية ونفسية ممكن تؤدي إلى الوفاة في وقت من الأوقات، أو نخليها تجبر على العزلة الاجتماعية وتعيش مشاعر وحدة نفسية قد تؤدي لاكتئاب، وبالتالي قد تؤدي لإيذاء النفس. دايما بقول: من كان منكم بلا خطيئة فليلقيها بحجر. في موقف ما، من كان منكم بلا خطيئة فليبحث عن كذبة كذبها في حياته. هنلاقي نفسينا كلنا أخطأنا في وقت من الأوقات، ولا أستثني أحد.